طبعا يا اخوان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا هاي سلسلة ايضا راح نبداها مع بداية كل موسم، وهي سلسلة توقع ابطال الدوريات لموسم 2026 2027. طبعا انا راح اتكلم هاي الحلقة بس عن الدوري الاسباني. كل حلقة راح اسس لها، راح اتكلم عن دوري. طبعا هاي الحلقة راح تكون عن الدوري الاسباني. راح اقول لكم افضل الفريق البطل، والفرق التي راح تتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، ومفاجأة الموسم، وأكثر نادي راح يخيب الآمال بالدوري. طبعا راح نبدأ بالفريق المفاجأة. طبعا الفريق المفاجأة يعني أنا شفت كل الفرق وشفت كل انتقالاتهم، سويت حلقة مخصوصة عن انتقالات الدوري الأسباني. صراحة شفت أكثر فريق يعني راح يفاجئ الكل بالدوري الأسباني هو نادي ديبورتيفو لا كارونيا. هذا النادي أكيد 100% راح يفاجئ الجميع. عنده صفقات من لاعبين واعدين، لاعبين مواهب. عنده صفقات يعني ممتازة على صعيد نادي متوسط جدول. يعني عنده صفقات من لاعبين لعبوا بريال مدريد، اكو لاعبين لعبوا بيوفنتوس، اكو لاعبين جابوهم من اكاديميات مثل مكان اكاديميه لاماسيا، اكاديميه كاستيا. يعني ديورتيبو لا كارونيا داخل بقوه على هذا الموسم، فاتوقع انه راح يكون مفاجاه الموسم. المتأهلون إلى دوري أبطال أوروبا، أنا راح أضرب يعني توقع قوي. أقول لك ريال مدريد. طبعا هذا مو ترتيب الدوري، وإنما المتأهلون لدوري أبطال أوروبا أكيد ريال مدريد، أتلتيكو مدريد، وبرشلونة. زائدا النادي الرابع الذي راح يتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، وللمفاجأة أنا راح أقول لك إنه هو نادي ديبورتيفو لا كارونيا. هذا المفاجأة اللي قلت لك عليها، إنه هذا النادي داخل وبقوة على الدوري. هاي توقعاتي لمفاجأة الدوري ومقاعد دوري أبطال أوروبا. راح نتكلم الآن عن بطل الدوري. طبعا بطل الدوري شوف بنسبة كبيرة ريال مدريد ما راح يكون بطل للدوري بهذا الموسم. ليش؟ لأن جوزيه مورينيو ما جابوه حتى يجيب ألقاب، جابوه حتى يضبط اللاعبين. نفس التكتيك اللي اتبعوه بال 2011 2010، اللي كان صوت النجوم عالي جدا، وانهار الجالاكتيكوس الأول، فرادوا يبنون جالاكتيكوس جديد. يكون لاعبين ومنضبطين أكثر، لاعبين يعني مثل ما تقول لاعبين منضبطين تكتيكيا، يسمعون كلام المدرب، ما يتمردون على المدرب. يعني بسبب هاي النمطية عقلية اللاعبين خسرنا مدربين، تشافي ألونسو، خسرنا اربي لوا اللي هو مدرب واعد، قدم اداء ممتاز مع فولهام ضد نادي تشيلسي في الجوله الاولى من الدوري الانجليزي. وعندك ايضا تشافي الونسو مدرب من عباقرة العصر الحديث. يعني ريال مدريد جابوه على مود يضبط نفسيات اللاعبين ويفوز له ببطولة محلية، يعني يفوز له بكاس دوري الموسم القادم. ما انه راح يستمر فترة طويلة، ما راح يستمر فترة طويلة، ممكن يستمر موسمين ويطلع. ممكن يحقق بطولة كأس، بس ما ممكن يحقق الدوري من أول سنة. أتوقع مصب الدوري راح يكون إلى برشلونة مرة أخرى. راح يكون الفائز بالدوري برشلونة، المركز الثاني راح يكون ريال مدريد، المركز الثالث أتلتيكو مدريد، والرابع ديبورتيفو لا كارونيا. برشلونة لازم يفوز بالدوري ده. برشلونة عنده نقوصات بالظهير الأيمن والمهاجم الصريح، لكن برشلونة يقدر إنه يعوض هذه النقوصات، يقدر يعوض برافينيا، ويقدر يعوض بجو كوندي، رغم إنه أداؤه شوي متفاوت. يعني أداؤه مع برشلونة شوية أحسن من المنتخب، لأن أداؤه مع المنتخب طاعون. شوف يعني برشلونة عنده كثير مقومات، فريقه مستقر. دائما أكو قاعدة بالتحقيق البطولات، لازم يكون فريقك أولا مستقر، وثانيا ادوا عناصر جيدة واستقرار بالأسماء الأساسية. حاليا بمدريد تقدر تقول لي 4 قلوب دفاع أساسيين. يعني شوف بالموسم الماضي شفنا بالبداية كاريراس، بعدين لعب فران غارسيا، بعدين لعب شو اسمه هذا اللاخ لعب كامافينجا، ولعب أيضا هذا اللاخ اللي جابوه من الكاستية. تقريبا لعب 4 لاعبين في هذا المركز الموسم الماضي. عندك برشلونة بظهير الأيسر منه، عندك مارتن، بس جيرارد مارتن المستقر. زي ما حقول لك بمركز رأس الحربة مين كان مستقر بريال مدريد؟ راح تقول لي لعب غونزالو غارسيا، لعب كيليان مبابي، لعب فينيسيوس، لعب بعد منو اسمه هذا، لعب أيضا لاعب من الكاستية، لعب أيضا رودريغو، لعب فالفيردي بمركز الأجنحة. يعني
عدم استقرار منظومة مدريد بالمراكز الأساسية، ومنو أساسي ومنو احتياطي. قلوب الدفاع لعب خويسون وأسينسيو، لعب عندك روديجر وألابا، لعب عندك كثير من الأسماء، لكن برشلونة اسم مستقر على لاعب واحد في مركز أساسي. بقول لك برشلونة هو بطل الدوري الأسباني موسم 2026-2027. الثاني ريال مدريد بسبب الفروقات بينه وبين أتلتيكو مدريد. أتلتيكو مدريد راح أقول لك راح يظل على نفس أسلوبه، سيميوني ما غير أسلوبه ما طال موجود مدرب أتلتيكو مدريد، ما راح يهتم بالدوري المحلي لأنه كذا كذا ضامن مكانه بالأبطال. بس يا أخوان راح يركز على دوري الأبطال. طبعا هاي توقعاتي للدوري الأسباني. إذا تريد توقعاتي للهدافين فأتوقع إنه الهدافين راح يكونون المركز الأول راح يكون كيليان مبابي، راح يتنافس هو ورافينيا على الهداف. أما أفضل صانع أسيستات بالدوري فأقول لك ممكن يكون، والله صعبة هي، بس ممكن يكون لي كانغ إن لاعب مميز، أنا يعجبني هذا الستايل هذا اللاعب. أتوقع إنه راح يكون يعني أكبر صانع أسيستات بالدوري، وليش يعني لاعب من أتلتيكو مدريد ياخذ هذا الشيء. ويعني بس هاي توقعاتي للدوري الأسباني لحد الآن، هاي نظرة مبدئية. وبس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.